السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ لسه مكملين في سلسلة الاي كوميرس يوبن كارت، وده الجزء السادس. وقفنا في الفيديو اللي فات عند نقطة الريموف برودكت ان كارت بيج، ودي بكل بساطة عبارة عن باتون اسمه ريموف تو كارت بيكون موجود في كل برودكت عندي في صفحة البيج كارت. لما ابدأ ان انا ادوس عليه يبدأ ان هو يحذف لي المنتج ده من صفحة البيج كارت وكمان من اللوكال ستوريج. ما تنساش لما انا قلت لك ان اي برودكت او اي اكشن تبدأ ان انت تعمله في صفحة البيج كارت، عايز ان انت تسمعه في صفحة البيج كارت، لازم ترجع للداتا الرئيسية. فين الداتا الرئيسية؟ الداتا الرئيسية اللي هي متهندلة عندك في صفحة البيج كارت. طب فين الداتا دي؟ الداتا دي يا باشا اللي متخزنة جوه اللوكال ستوريج. انا عشان خاطر احذف البرودكت ده من صفحة البيج كارت، فانا لازم احذفه الاول من الداتا اللي متخزنة في اللوكال ستوريج اللي هي اصلا متهندلة عندك في صفحة البيج كارت. وبعد كده لما اجي اروح لصفحة البيج كارت هلاقي ان البرودكت ده اتحذف. ليه؟ لان بكل بساطه اتحذف من اللوكال ستورج، من الداتا نفسها. طيب جميل جدا. احنا بقى في الجزئيه دي او في الفيديو ده عايزين ان احنا نتكلم على فكره جديده من ضمن الافكار اللي موجوده في مشروع الاي كوميرس شوبنج كارت، اللي هي الاوردر سامري، اللي هي ملخص الطلب. والاوردر سامري بيكون فيها ثلاث نقاط. اول نقطه السب توتال، تاني نقطه الديسكاونت، تالت نقطه التوتال. قبل ما نتكلم في النقاط دي عايزين نفهم الاول يعني ايه اصلا الاوردر سامري. الاوردر سمري هو عبارة عن كونتينر، يعني حاوية بيجمع لك فيها كل التفاصيل بتاعة الاوردر، كل تفاصيل الطلب بتاعك. يعني بيكون فيها السب توتال، قيمة المنتجات، الديسكاونت الخصم، هل في خصم على المنتجات دي ولا لا، ديليفري فري، هل في خدمة توصيل ولا لا، واخر حاجة هي التوتال اللي هي الاجمالي النهائي بتاع الكلام ده كله. فالاوردر سمري ممكن تقول عليها هي عبارة عن ريسيد. ريسيد بيطلع لك للحاجة اللي انت اشتريتها او اللي انت هتشتريها. الاوردر سمري بيكون موجود في اي مشروع اي كوميرس شوبنج كارد، علشان خاطر يبدأ ان هو اليوزر من خلاله يعرف هو هيدفع قد ايه، وايه الديسكاونت وخدمة توصيل قد ايه، والاجمالي نفسه قد ايه. عبارة عن ريسيد بيكون فيه المعلومات بتاعة الاوردر اللي هو هيشتريه. وعلى فكرة الاوردر سمري ده مش موجود بس في اي مشروع اي كوميرس شوبنج كارت، لا ده موجود كمان في الحياة العملية في حياتك انت شخصيا. انت مثلا لو جيت رحت في السوبر ماركت وجيت اشتريت مجموعة من المنتجات، مش بيطلع لك صاحب المنتج او صاحب السوبر ماركت بيطلع لك ريسيد؟ الريسيد ده مش بيكون فيه كل التفاصيل بتاعة المنتجات اللي انت اشتريتها، وهل في خصومات ولا لا؟ فهو ده بكل بساطة الاوردر سمري. يبقى الاوردر سمري هو عبارة عن كونتينر بيجمع لك فيه تفاصيل الاوردر بتاعك قبل ما تروح لعملية البيمنت اللي هو الدفع. يعني قبل ما تدفع لازم يكون في عندك ريسيد، الريسيد ده فيه معلومات كذا وكذا وكذا، القيمة بتاعت المنتجات سعرها قد ايه، في خصم على المنتجات ولا لا، قبل ما تدفع يا باشا. فهو ده بكل بساطة ايه فايدة الاوردر سامري تكون موجودة في اي مشروع اي كوميرس شوبنج كارت. نبدأ بأول نقطة في الاوردر سامري اللي هي السب توتال، اللي هي قيمة المنتجات. ازاي اجيب طب قيمة المنتجات؟ انت بتجيب سعر كل منتج عندك بتجمعهم على بعض بيطلع لك ناتج، الناتج اللي بيطلع ده هو قيمة السب توتال. يبقى تاني، السب توتال هو مجموع اسعار المنتجات اللي موجودة في صفحة الشوبنج كارت. انت عندك في صفحة الشوبنج كارت في عندك اكتر من برودكت، كل برودكت بيكون في عندك برايس سعر، بتجيب سعر كل منتج وبتجمعهم على بعض وبيطلع لك ناتج، الناتج اللي بيطلع ده هو قيمة السب توتال. طيب جميل. هتقول لي والله انا عندي مثلا في المشروع الاي كوميرس شوبنج كارت اللي احنا شغالين عليه ده، هتقول لي ان انت عندك كل منتج عندك في عندك كوانتيتي وفي عندك برايس سعر، في عندك سعر وفي عندك كمية. ازاي هتطلع السب توتال؟ السب توتال هيطلع في حالة واحدة بس، في حالة ان هو ما يكونش عندك كوانتيتي، ما يكونش عندك اصلا كمية في البرودكت نفسه. انت اول حاجة عشان خاطر تجيب السب توتال في حالة، شوف، في حالة ما يكونش عندك كمية، فانت هتجيب البرايس سعر كل منتج هتجمعهم على بعض هيطلع لك ناتج، الناتج ده هو قيمة السب توتال. في حالة ايه؟ في حالة ان هو اصلا ما فيش كمية. طيب انت هنا عندك في كمية، ازاي بقى هتطلع السب توتال؟ اول حاجه انت مش هتطلع السب توتال دلوقتي خالص. هتقولي طب ليه؟ طب ما انا هعتمد على السعر بتاع المنتج ده. هقول لك لا، سعر المنتج ده يا باشا ده السعر بتاع كميه واحده بس من البرودكت، كميه واحده مش ثلاث كميات.
فانت لو طلعت السب توتال على الحال ده السب توتال هيكون غلط. طيب اطلع السب توتال ازاي؟ انت يا باشا مش هتطلع السب توتال دلوقتي، المفروض تطلع التوتال النهائي بتاع البرودكت ده، اللي هو السعر النهائي بتاع البرودكت ده الاول. طب هتطلعه ازاي؟ ان انت بكل بساطة هتضرب الكمية اللي هي التلاتة دي، هتضربها في ال16 اللي هو بتاع سعر المنتج نفسه. 3 في 16 فهيطلع لك الناتج السعر النهائي بتاع البرودكت ده. اكن البرودكت ده اتضاف 3 مرات، وانت خدت السعر بتاعه جمعته على بعض. فهو ده بكل بساطة اللي انت بتعمله. لو في كمية، يبقى لو في كمية وعايز تطلع السعر النهائي بتاع البرودكت ده، بتضرب الكمية في السعر. جميل، ضربت الكمية في السعر، طلع لك ايه؟ طلع لك يا باشا ناتج. الناتج ده هو السعر النهائي بتاع البرودكت ده. هتعمل الكلام ده في اكتر من برودكت عندك، تشوف اني برودكت فيه عندك كمية مثلا وسعر، وهتعمل الكلام ده. بيطلع لك ناتج في النهاية. النواتج اللي طلعت دي هتجمعهم على بعض فهيجيب لك السب توتال. يبقى تاني، في حالة ان انت عندك برايس بس في البرودكت وعايز تطلع السب توتال، بتجيب سعر كل منتج وبتجمعهم على بعض بيطلع لك السب توتال. طيب في حالة انا عندي كمية في البرودكت، هتعمل ايه؟ بتجيب يا باشا الاول السعر النهائي بتاع البرودكت ده. ليه؟ لان انا ما ينفعش ان انا اعتمد على البرايس اللي هو بتاع ايه، بتاع كمية واحدة بس. ما ينفعش ان انا اعتمد عليه في ان انا اجيب السب توتال. لا، الاول اجيب السعر النهائي. طب السعر النهائي بيجاب ازاي؟ ان انت بتضرب الكمية بتضربها في السعر، تضرب الكمية في السعر، فبيطلع لك السعر النهائي. وبعد كده، بعد كده انت عندك اكتر من برودكت، هتعمل نفس الكونسيبت ده وهتطلع منه السعر النهائي، وهيطلع لك نواتج. النواتج بتاعت السعر النهائي دي هتجمعها على بعض فهيجيب لك السب توتال. ده في حالة ايه؟ ده في حالة ان في كمية وبرايس. تاني نقطة في الأوردر سمري هي الديسكاونت، يعني الخصم. في عندي نوعين من الخصم: خصم نسبة مئوية وده اسمه بريسنتيج ديسكاونت، وخصم بمبلغ ثابت وده اسمه الفيكسد ديسكاونت. كلنا عارفين الفيكسد ديسكاونت بيتحسب ازاي، ان ده عباره عن فيكسد ديسكاونت بمبلغ ثابت زي 50 جنيه او 100 جنيه. فانت لما بتجيب التوتال بتبدا ان انت مثلا عندك ديسكاونت، دي قيمه الديسكاونت مثلا ب 50. لما بتجيب التوتال، مثلا التوتال اللي طالع من هنا 120 جنيه، انا عايز اخصم من ال 120 جنيه دي 100 جنيه، عايز اخصم منها 100 جنيه. فهعمل ايه؟ هتطرح ال 120 من ال 100 جنيه اللي هي بتاعت قيمه الديسكاونت، فاصبح الباقي كام؟ الباقي يا باشا 20، فهو ده التوتال. خلاص. مثلا مثال تاني، انت عندك حساب في البنك ب150 جنيه، عايز تخصم منهم 50 جنيه اللي هي ايه؟ اللي هي قيمة الفيكسد ديسكاونت. طيب جميل، 150 ناقص 50 هيبقى معاك كام؟ هيبقى معاك 100 جنيه. فهو ده حسابك في البنك 100 جنيه بعد ايه؟ بعد ما خصمت منه الفيكسد ديسكاونت اللي هي قيمة ال50 جنيه. خلاص كده. طيب الخصم بقى بتاع النسبة المئوية مختلف تماما، مختلف تماما عن الفيكسد ديسكاونت. انا ما ينفعش اقول له هات لي قيمه التوتال اللي هي 120 جنيه، اخصم لي منهم 10%. ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. يبقى النسبه المئويه مختلفه تماما عن الفيكسد ديسكاونت. طيب اعمل ايه عشان خاطر ابدا ان انا استخدم الخصم النسبه المئويه ويتخصم عادي من التوتال؟ اعمل ايه؟ قال لك الاول لازم تحول قيمه الديسكاونت اللي هي بتاعت النسبه المئويه، تحول النسبه المئويه دي تحولها لفيكسد ديسكاونت اللي هي مبلغ ثابت. يبقى الاول لازم تحول النسبه المئويه دي لمبلغ ثابت. طيب احولها ازاي؟ قال لك يا باشا هتعتمد على السب توتال. هتعتمد على السب توتال. طب ازاي؟ قال لك هتجيب السب توتال، قيمه السب توتال اهي، وادي قيمه الديسكاونت اللي هي نسبه مئويه، هتضرب الاتنين في بعض. هتضرب ال100 في 10%. ليه؟ عشان خاطر يحولها لك لفيكسد ديسكاونت، فكده حولها لك فعلا لفيكسد ديسكاونت اللي هي 10. طيب جميل، اتحولت لفيكسد ديسكاونت. هعمل ايه تاني؟ يا باشا عادي هتكمل بقى طريقك. هتجيب قيمة التوتال اللي هي كام؟ اللي هي 120 جنيه، هتطرح منهم 10، فكده اصبح التوتال قيمته كام؟ 110. بس كده. فهتحسب بعد ما بص، بعد ما بتحول قيمة الديسكاونت لمبلغ ثابت، بتكمل طريقك عادي زي ما بتعمل في الفيكسد ديسكاونت، بتعملها برضو بعد ما بتحوله هنا المبلغ ثابت عادي، مش هتختلف. اللي هيختلف في الطريقة هي بس حساب النسبة المئوية، انك ازاي تحول ال10% لفيكسد ديسكاونت بس، ولا اكتر ولا اقل. يبقى انا عندي نوعين من الخصم:
خصم بنسبة مئوية وخصم بمبلغ ثابت. الخصم بتاع المبلغ ثابت بيتحسب عادي، بتطرح من التوتال على طول. لكن الخصم بتاع النسبة المئوية لازم الأول تحوله لمبلغ ثابت اللي هو الفيكسد ديسكاونت، وبعد كده بعد ما تحوله الفيكسد ديسكاونت أصبح صالح لأن أنت تطرحه من التوتال عادي. خلاص كده. آخر نقطة في الأوردر سمري هي التوتال. التوتال ده الإجمالي النهائي. يعني إيه الإجمالي النهائي؟ ده مجموع العمليات اللي بتحصل جوه الأوردر سمري. بتبدأ إن أنت تحسب العمليات اللي أنت جبتها اللي هي السب توتال والديسكاونت ديليفري فري، بتحسبهم مع بعض وبيطلع لك ناتج. الناتج ده هو قيمة التوتال. طيب أنا دلوقتي بعد ما جبت السب توتال والديليفري فري والديسكاونت عايز بقى أطلع التوتال، أطلعه إزاي؟ قال لك إن أنت بتجمع كل العمليات باستثناء الديسكاونت. تاني، انت عشان خاطر تجيب التوتال بتجمع كل العمليات اللي جوه الاوردر سمري باستثناء الديسكاونت. ليه؟ لان الديسكاونت ده هو اللي انت هتطرح منه الناتج اللي هيطلع من العمليات اللي انت جمعتها مع بعض. طيب جميل. انا جمعت السب توتال مثلا ب 100 جنيه، والدليفري فري خدمه التوصيل ب 50. طيب جميل، الدليفري فري زائد السب توتال بكام؟ يبقى كده كام؟ يبقى مجموعهم 150. حلو. طب الديسكاونت ده بعد ما حولنا طبعا ال 10% دي لفيكسد ديسكاونت طبعا لقيمه ثابته او مبلغ ثابت، بيبقى 10. طيب جميل، عايز اطرح بقى من ال 150 اللي طلعت دي، عايز اطرح منها 10. يبقى هيبقى كام؟ هيبقى يا باشا 140 جنيه. يبقى 140 جنيه دي حساب التوتال، ده الاجمالي النهائي بتاعك من العمليات اللي حصلت فين؟ في الاوردر سمري. طيب جميل جدا. حلو، تعالى مثلا نعمل مثال عملي على المثال ده. هناخد مثال عملي على النقط اللي احنا اتكلمنا عليها في الاوردر سمري. مثال عملي كده سريع. انا عندي في صفحة الشوبنج كارد في عندي برودكت واحد بس. في البرودكت ده في عندي كوانتيتي كمية وفي عندي برايس. طيب اول حاجة في الاوردر سمري عايز اجيبها هي السب توتال. عشان خاطر اجيب السب توتال فانا قلت لك ان انت تشوف الاول هل البرودكت ده فيه كوانتيتي وفيه برايس ولا برايس بس. لو فيه برايس بس تبدا ان انت تاخد البرايس اللي هو السعر بتاع كل برودكت، تبدا ان انت تجمعهم على بعض وتجيب السب توتال. طب لو في كوانتيتي وفي برايس، لا، في حاجه بقى لازم تجيبها الاول اللي هي السعر النهائي بتاع البرودكت ده الاول. طيب هيجاب ازاي؟ هيجاب ان انت هتضرب الكوانتيتي اللي هي الكميه في السعر عشان خاطر يجيب لك السعر النهائي. طيب جميل، انا جبت السعر النهائي بتاع كل البرودكتس بتاعتي، هبدا ان انا اجمعهم على بعض عشان خاطر يجيب لي السب توتال. هنا ما عنديش الا برودكت واحد بس، فابدا ان انا اجيب السب توتال اللي هو السعر النهائي اللي هو 3 في 16 اللي هو الكميه في السعر، هيطلع لي 48. طيب جميل. وبعد كده انا عايز اجيب الديسكاونت. الاول قلت لك ان في نوعين من الخصم. اول خصم اللي هو نسبه مئويه، وتاني خصم اللي هو المبلغ الثابت اللي هو الفيكسد ديسكاونت. لو هو فيكسد ديسكاونت هتبدا ان انت تطرحه على التوتال كده دايركت. لكن لو هو نسبه مئويه لازم الاول تحوله لمبلغ ثابت اللي هو فيكسد ديسكاونت الاول عشان خاطر تبدا ان انت تطرح منه التوتال. طيب جميل، انا لقيته نسبة مئوية لازم احوله الاول لمبلغ ثابت. طب هتحوله لمبلغ ثابت ازاي؟ اول حاجة بيتحسب على السب توتال. السب توتال هنا اللي طلع كام؟ 48. 48 هتضربها في ال10%، هيطلع لك 4.8. وال0.1 دي هي اصلا 10%. خلاص كده. طيب وبعد كده انا حولت يا باشا الديسكاونت بتاعي لمبلغ ثابت. طيب الدليفري فري مثلا، ما فيش دليفري يا عم فري، او مثلا الدليفري فري مثلا 10 جنيه ولا حاجه. انت بقى عايز تجيب التوتال، هتجيب التوتال ازاي؟ اول حاجه بتجمع العمليات مع بعض مع عدد ديسكاونت. تاني، بتجمع العمليات اللي هي في الاوردر سمري مع عدد ديسكاونت. طيب هتجمعهم مع بعض، هتقول له هنا ما عندكش الدليفري فري فهتطرح على طول من الديسكاونت. هتقول له ادي السب توتال بتاعك قيمته اللي هو 48، هتطرح منه الديسكاونت بعد ما حولناه لمبلغ فيكسد. فيكسد ديسكاونت بعد ما حولناه لمبلغ ثابت، هتطرح منه ال 4.8، هيطلع لك 43.2. هو ده التوتال بتاعك. بس كده. عايزين ننفذ عملي فكرة الاوردر سمري في مشروع اي كوميرس. انا هنا عندي في مشروع الاي كوميرس في صفحة الشوبنج كارت في عندي تو برودكت. كل برودكت منهم في عندي كوانتيتي وفي عندي برايس. بكل بساطة انا عايز اجيب اول عملية في الاوردر سمري اللي هي السب توتال. طيب جميل. هننفذ الكلام ده ازاي؟ اول حاجة عايزين بس نعملها هو ان انا هنشئ فايل اسمه الاوردر
الاوردر سامري. والاوردر سامري ده الفايل ده هيكون لامم كل العمليات اللي انا بعملها جوه الايه الاوردر سامري. طيب هكريت فايل اسمه السب توتال، دي اول عمليه هننفذها .js. والسب توتال دي هيكون جواها فانكشن اسمها سب توتال بالشكل ده. والفانكشن دي ببدأ ان انا اعمل لها اكسبورت. ليه؟ لان انا اعمل لها امبورت فين؟ في صفحة الاوردر سمري. علشان خاطر ننفذ السب توتال فانا محتاج اعرف الاول هل كل برودكت عندي فيه برايس بس، يعني فيه سعر بس، ولا فيه كوانتيتي وبرايس، يعني فيه كمية وفيه برايس. لو في برايس بس هبدأ ان انا اجيب سعر كل منتج واجمعهم على بعض، والمجموع اللي هيطلع هو ده المجموع بتاع او قيمة السب توتال. طيب لو هو في كوانتيتي وفي برايس، لا، محتاج ان انا اجيب الاول السعر النهائي بتاع ايه؟ بتاع كل برودكت. ان انا اول حاجه هضرب الكوانتيتي اللي هي الكميه في السعر. عشان ايه؟ عشان خاطر يجيب لي السعر النهائي. وبعد كده هجيب كل الاسعار النهائيه اللي انا جبتها من كل برودكت واجمعهم على بعض عشان خاطر يجيب لي السب توتال. طيب خلاص، خلينا ننفذ الكلام ده. اول حاجه انا محتاج اجيبها هو الحاجه اللي متخزنه جوه اللوكال ستوريج. ليه؟ لان انا محتاج اجيب الكوانتيتي ومحتاج اجيب البرايس. طيب جميل. يبقى اول حاجه هقول له let data بتساوي، ادي الجيسون دوت بارس، لاني اي حاجه بجيبها من اللوكال ستوريج لازم تتحول لجافا سكريبت اوبجكت دوت جيت ايتم، وبعد كده الكي اللي هو البرودكتس بالشكل ده. طيب انا لو هو مفيش مثلا داتا متخزنه جوه اللوكال ستوريج فهيعتبر قيمه المتغير ده هو اري فاضيه. طيب وبعد كده، بعد كده والله محتاج ان انا اجيب الباراجراف اللي هو بتاع السب توتال ده. عشان ايه؟ عشان خاطر القيمه اللي هترجع من العمليه الحسابيه هتبدا ان هي تتحط هنا، فانا محتاج المتغير ده اختاره عشان اغير في الانر اتش تي ام ال بتاعه. لو جيت رحت في الشوبنج كارت هلاقي ان انا هنا عندي ال اي مديلها كلاس سب توتال وجواها باراجراف. هو ده اللي انا عايز اختاره. فانا هختار المتغير اللي هو عليه كلاس سب توتال ده. هبدا ان انا هقول له let sub total بالشكل ده بتساوي، ادي document دوت query selector، وهات لي المتغير اللي هو عليه كلاس سب توتال وهات لي الباراجراف اللي جواه. طيب بعد كده محتاج ان انا هجيب الاري دي بتاعتي اللي هي الداتا دي. طبعا الداتا بتاعتي اللي متخزنه جوه اللوكال ستوريج اللي هي فيها تو برودكت دول، هاجي هعمل عليهم فور each بالشكل ده. ليه؟ لان دول عباره عن array فور each بالشكل ده. وبعد كده ادي الفور each بتقبل منك كول باك فانكشن. الكول باك فانكشن دي بتقبل منك البروبرتي ده بيمسك عنصر في الاري. طيب بعد كده انت محتاج اول حاجه انا عندي كل برودكت منهم في عندي كوانتيتي وفي عندي برايس. انا عايز اجيب البرايس توتال اللي هو السعر النهائي. طيب خلاص، هعمل هنا متغير برايس توتال بالشكل ده بتساوي، محتاج ان انا هقول له هات لي الكوانتيتي. البرايس توتال بيتجاب ازاي؟ اللي هو قيمه الكوانتيتي هتضربها في قيمه البرايس. فهنا هقول له دوت كوانتيتي بالشكل ده في الايه المتغير هات لي منه البرايس بالشكل ده. بعد كده هتبدا ان انت تقول له لوج مثلا البرايس توتال بالشكل ده. ماشي، خلينا نشوف البرايس توتال دي عباره عن ايه. قبل بس ما اطبعها في الكونسول محتاج ان انا اكول الفانكشن دي هنا عندي في الاوردر سمري. ادي الاوردر سمري بالشكل ده. ادي هنا دوت جي اس. بس هنا طبعا محتاج ان انا هحول الفايل ده عبارة عن فانكشن هيكون لامم كل العمليات اللي بتحصل جوه الاوردر سمري، لان انا هكول الفانكشن دي في اكتر من مكان.
summary بالشكل ده، وابدا ان انا اكول الفانكشن دي جوه، وهبدا ان انا اعمل اكسبورت للفانكشن دي بالشكل ده. اسف، هنا الاوردر summary بالشكل ده، وابدا ان انا اعمل اكسبورت للفانكشن دي بالشكل ده، وهعمل لها import فين؟ في الفايل اللي هو الشوبنج كارت دوت جي اس بالشكل ده، بالشكل ده. تعالى كده نشوف في الكونسول المجموع كام. المجموع هو المفروض هو اول حاجه في اول برودكت ضرب التلاتة في ال18 جاب لك المجموع اللي هو التوتال السعر النهائي بتاع البرودكت اللي هو 54، ضرب الواحد في ال12 جاب لك 12. انا بقى محتاج ان انا امسك الاتنين دول اجمعهم على بعض عشان يجيب لي السب توتال. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ انا محتاج متغير هنا في السب توتال، محتاج ان انا اعمل متغير. المتغير ده مثلا هسميه، ماشي، لا مش توتال بقى، او مثلا الصب مثلا. المتغير ده هيكون بصفر، تمام، في الاول، وبعد كده هبدا ان انا اجمع عليه البرايس توتال. طب عشان خاطر اجمع التو برايس دول، هبدا ان انا اقول له ايه؟ هقول له ادي الصب اللي هو بصفر، اجمع لي عليهم البرايس توتال بالشكل ده. ولو جيت كده بره، ولو قلت له اطبع لي قيمه الصب بالشكل ده، لو جيت شفت هلاقي ان هما 66. طب تعالى كده نتأكد، تعالى يا باشا نتأكد. اول حاجة هضرب التلاتة في ال18، 3 في 18 هيساوي كام؟ هيساوي 54. طيب بعد كده محتاج ان ازود عليهم الايه، قيمة البرودكت اللي هو التاني ده اللي هو 12، لان واحد في 12 اصلا ب 12 هيساوي 66. هو ده فعلا قيمة السب توتال. طب جميل قوي. هبدأ بقى ان انا اغير في الانر اتش تي ام ال بتاعي، فهقول له ادي السب توتال دوت انر اتش تي ام ال بتساوي، هبدأ ان انا هقول له هات لي السب بالشكل ده دوت زيرو، اسف، دوت زيرو، وخلي هنا في عندي الدولار ساين بالشكل ده، بالشكل ده. نعمل سيف. تعالى كده نشوف. فعلا اصبح السب توتال متضاف عندي هنا والدنيا زي الفل. طيب بعد ما جبت السب توتال نخش بقى على الديسكاونت. ماله الديسكاونت؟ الديسكاونت يا باشا القيمه بتاعته هي نسبه مئويه، وانا قلت لك ان انت ما ينفعش تستخدم نسبه مئويه في الخصم. طب هتعمل ايه؟ محتاج ان انا احوله الفيكسد ديسكاونت. طب احوله الفيكسد ديسكاونت ازاي؟ ان انا اعتمد على السب توتال في ان انا احول الديسكاونت من نسبه مئويه لفيكسد ديسكاونت. يعني هضرب السب توتال في الديسكاونت الحالي عشان خاطر ابدا ان انا احوله لفيكسد ديسكاونت واقدر ان انا استخدمه مع التوتال. هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل فايل اسمه total.js، والفايل ده جواه فانكشن اسمها total، والفانكشن دي هبدا ان انا اعمل لها اكسبورت بالشكل ده، لان انا هعمل لها اكسكيوت فين؟ في الاوردر سامري بالشكل ده. ادي التوتال بالشكل ده. طيب جميل، حلو قوي. محتاج ان انا اختار كل الاليمنتس اللي موجوده جوه الاوردر سامري. ليه؟ لان انا هستخدمهم في ان انا هحسب التوتال. تمام. طيب انت مش هتجيب الديسكاونت؟ لا، ما انا هجيب الديسكاونت مع التوتال برضو. خلاص، طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه هختار كل الاليمنتس بالكويري سيلكتور، فهختار السب توتال الاول بالشكل ده. هقول له let ele sub total تساوي، ادي document دوت query selector، هات لي الاليمنت اللي عليه كلاس سب توتال، هات لي الباراجراف اللي جواه بالشكل ده. طيب هات لي الديسكاونت برضو، فهبدا ان انا اغير بس هنا
discount، وهو نفس اللوجيك، هو بس هنا الكلاس اللي هيتغير هو الديسكاونت بالشكل ده. طيب بعد كده يا باشا انت محتاج ان انت تحول الديسكاونت الحالي من نسبة مئوية، محتاج ان انا احوله لرقم صحيح، ان هو يعني رقم ثابت، مبلغ ثابت زي 50 جنيه او 100 جنيه وهكذا، عشان خاطر تقدر ان انت تستخدمه على التوتال. طيب انا اول حاجة محتاج ان انا اجيب الفاليو بتاعت السب توتال، لان انا قلت لك ان انت هتعتمد على السب توتال عشان خاطر تحول الديسكاونت من نسبة مئوية لرقم صحيح. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ لازم تعتمد على السب توتال. طيب هجيب السب توتال ازاي؟ اول حاجه هعمل متغير اسمه sub sub total total value بيساوي، هبدا ان انا اقول له ادي الاي ال اي اللي هو المتغير الحالي دوت بتاع السب توتال دوت اي ال اي سب توتال دوت inner html، عشان يجيب لي الانر html اللي جوه المتغير اللي هو التكست يعني من الاخر. هبدا ان انا اقول له log المتغير ده، شوف هل الكلام ده صح ولا غلط. تعالى كده نشوف في كونسول. فعلا جاب لي التكست اللي جوه المتغير، فعلا جاب لي 66.0. طيب انا محتاج ان انا اشيل الدولار ساين ده، محتاج ان انا اشيله. طيب هشيله ازاي؟ هشيله عن طريق حاجه اسمها السلايس. سلايس ازاي هتستخدم السلايس مع السترنج؟ لا ما هو بص بقى، السترنج اصلا في الاساس هو عباره عن array of characters. نعم array of characters ازاي؟ ده انا بستخدم السترنج كده، يعني انت هنا لو جبت متغير كتبت مثلا كلمه string بالشكل ده كده اسلام. اسلام ده كده string، ازاي بقى؟ فين الاري في الموضوع؟ لا ما هو بص، ما هو الاسلام دي لما بتيجي تتخزن في الميموري بتتخزن كده array بالشكل ده، وكل حرف في الكلمة بيكون لوحده، في عنصر لوحده في الاري بالشكل ده، I S L وهكذا. يبقى كده array of characters. كده انت تقدر من خلال الاري دي تستخدم بقى الميثود اللي انت عايزها اللي هي بتاعت الاري اصلا براحتك. خلاص. طيب جميل. فانا كده هقدر ان انا هستخدم الايه السلايس عشان اقدر ان انا اشيل الدولار ساين، فبتقبل منك الستارت اندكس والديليت الاند بوينت، الستارت اندكس والاند بوينت. طيب انت هنا عندك الستارت اندكس، عايز تبدا منين؟ عايز ابدا من اندكس رقم كام؟ انت عايز تتجاهل تشيل الدولار ساين، فابدا من بعد الدولار ساين اللي هو اصلا اندكس رقم كام؟ رقم واحد. خلاص كده ابدا من اول اندكس رقم واحد، وهو اصلا هيكمل لك للنهايه، يعني هيجيب لك كله بالشكل ده. تعالى كده نشوف جاب لك ايه 66.0. طيب انا عايز احوله لرقم صحيح، اعمل ايه؟ هستخدم الميثود اللي اسمها بارس فلوت. بارس فلوت بالشكل ده. اعمل كده. تعالى كده فعلا جاب لي حوله لي لرقم صحيح. طيب جميل. هاخد الكلام ده كده الجميل ده، هبدأ ان انا احطه هنا كده بالشكل ده، وهنا هيكون ال ELE دوت inner HTML. محتاج بقى ان انا بعد ما جبت السب توتال محتاج ان انا اجيب الديسكاونت. هجيب الديسكاونت عشان خاطر ابدا ان انا احوله لفيكسد ايه فاليو. طيب فيكسد فاليو اللي هو رقم ثابت. طيب جميل. هعمل الكلام ده ازاي؟ برضو نفس اللوجيك بتاع السب توتال، بس الفرق في شويه حاجات. يعني هنا هتقول له ادي ديسكاونت فاليو بالشكل ده بيساوي ادي البارس فلوت، وبعد كده من البارس فلوت هتقول له ادي الاي ال اي ديسكاونت دوت انر اتش تي ام ال، هات التكست اللي جواه. طب تعالى كده نشوف الكلام ده هيرجع ايه. تعالى كده نعمل سيف نشوف. طلع لي 10. طيب انا محتاج ال10 دي، محتاج ان انا احولها لرقم عشري عشان خاطر تبقى 10%. طب هي دي كده مش 10%؟ لا يا باشا، دي كده 10.
10 اكنك كاتبها رقم ثابت فيكسد ديسكاونت، مش 10% خالص. طب عشان خاطر اخليها 10% لازم احولها لرقم 10، احول ال10 دي اللي طالعه رقم 10. طب احولها لرقم 10 ازاي؟ هبدأ ان انا اقول له اقسمها على ال100 هنا كده، 100 بالشكل ده. تعالى كده نعمل سيف ونشوف. فعلا طلعها لي رقم 10 كده، ده كده 10%، كده اكنها 10% مكتوبه كده. خلاص. طيب بعد كده، والله بعد كده محتاج ان انا بقى ان انا اجيب قيمه الديسكاونت اللي هو الفيكسد ديسكاونت اصلا. طيب هجيب الفيكسد ديسكاونت ازاي؟ هقول له ليت، هقول له ديسكاونت بالشكل ده. هنا ادي الديسكاونت بالشكل ده. والفيكسد عشان خاطر تجيب الفيكسد ديسكاونت هتعمل ايه؟ هتاخد قيمه السب توتال، هتضربها في الديسكاونت فاليو اللي هي طالعه اصلا بالشكل ده، اللي هي 0.1، عشان خاطر يطلع لك ايه؟ يطلع لك الفيكسد ديسكاونت. جميل. تعالى كده نشوف. فعلا طلع لي الفيكسد ديسكاونت 6.6. لو عايز تقربها عادي تستخدم التو فيكسد. خلاص كده. طيب حلو قوي. بعد كده اللي فاضل، انا بعد ما جبت الديسكاونت حولته لفيكسد ديسكاونت، محتاج بقى ان انا اجيب التوتال. طيب هتجيب التوتال ازاي؟ انا محتاج ان انا اختار المتغير اللي هو خاص بالتوتال عشان خاطر اقدر ان انا اغير الانر اتش تي ام ال بتاعه. طيب جميل. هتجيب التوتال ازاي؟ هبدا ان انا اجي كده، في عندي حاجه اسمها توتال ديفاي عليها كلاس توتال، هبدا ان انا اختارها بالكويري سيلكتور. نفس الكلام اللي بيحصل هنا هو اللي انا هعمله. ادي التوتال بالشكل ده، بالشكل ده. وادي الشوبن كارد برضو في عندي هنا الدليفري فري، خدمه التوصيل. خدمة التوصيل ب15 جنيه، فأنا محتاج إن أنا آخد برضو الدليفري فري، آخد الانر اتش تي ام ال بتاعه، عشان إيه أبدأ إن أنا برضو أجيب الدليفري فري. طيب هنا الدليفري فري بالشكل ده. ادي الدليفري فري وادي التوتال وكل حاجه زي الفل. طيب بعد ما اخترت الاليمنتس، محتاج بقى ان انا اجيب القيمه بتاعه التوتال. طيب قيمه التوتال هجيبها ازاي؟ اول حاجه محتاج ان انا اجيب بس قيمه الدليفري فري عشان خاطر تبقى برضو زي اخواتها من هنا. يعني هنا هتاخد نفس الكلام اللي انت عملته هنا في السب توتال، هتيجي تحت كده وهنا هتغير بس الاسم، هتخليه لدليفري، دليفري بالشكل ده. وده هتاخد الانر اتش تي ام ال بتاعه برضه هتعمل له اسبلايس. تمام. طيب لو جيت في الدليفري فري كده وشفت، هتلاقي ان هو طالع لك، طلع لك 15 صحيحه كده بالشكل ده. طيب محتاج انا بكده بعد ما جبت الفاليو بتاع الدليفري فري وفاليو الديسكاونت وفاليو السب توتال، محتاج بقى ان انا اجيب التوتال. هجيب التوتال ازاي؟ هقول له let توتال بتساوي التوتال. انت اول حاجه بتجمع كل العمليات ما عدا عمليه واحده اللي هي ايه؟ اللي هي الديسكاونت. بتطرح بعد ما بتجيب بتجمع كل العمليات ويطلع لك ناتج، بعد ما بيطلعه لك تطرح منه الديسكاونت. طيب جميل. جمع يا باشا. اول حاجه السب توتال فاليو، جميل. بعد كده زائد، زائد ايه؟ زائد يا باشا قيمه الدليفري فاليو، جميل. بعد كده، بعد كده هتطرح منهم ايه؟ قيمه الديسكاونت بالشكل ده. جميل. تعالى كده اطبع لي التوتال، وهل هو صح ولا غلط؟ طلع لي 74.4. طب انا محتاج اتاكد. تعالى يا باشا اتاكد. نحسب اول حاجه السب توتال بكام؟ ب 66. حلو. هنجمع الاول العمليات الاول، والناتج اللي يطلع نطرح منه قيمه الديسكاونت. هو ده التوتال. السب توتال بكام؟ ب 66. طيب زائد الدليفري فري خدمه التوصيل اللي هي 15 بالشكل ده. طلع لي ايه؟ طلع لي 81. ال 81 اللي طلعت دي مش التوتال، لا لسه هخصم منهم قيمه الديسكاونت. طيب قيمه الديسكاونت اللي انا طلعتها اللي هي الفيكسد ديسكاونت بكام؟ ب 6.6. فهنا اقول له ناقص 6.6 هيساوي فعلا 74.4. انا كده ماشي زي الفل. طيب هبدا بقى ان انا اغير الانر اتش تي ام ال بتاع التوتال. جميل.
انا كده اتاكدت ان الناتج صح وزي الفل. طيب هبدا ان انا اقول له ايه، اقول له هات لي اي ال اي دوت انر اتش تي ام ال، اسف، دوت انر اتش تي ام ال بيساوي قيمه التوتال اللي هي طالعه بالشكل ده. خلينا مثلا تمام ماشي بالشكل ده. فعلا غيرها لي وخليها لي هنا، بس خلينا نشيل الزيرو اللي في الاخر ده. بس كده كده خلاها 74 وأربعة من عشرة. اخر حاجة هنعملها وهنختم بيها الفيديو ده، هو ان انا عايز لما ادوس على زرار الريموف تو كارد يبدأ ان هو يعيد لي الحسابات تاني بتاعت الاوردر سامري من جديد. يعني ايه مش فاهم؟ يعني هنا لو جيت دوست على الريموف تو كارد، ايه اللي حصل؟ ان هو ساب لي الحسابات القديمة تاني هنا في الاوردر سامري. المفروض ان هو يعيد الحسابات تاني من جديد. يعني هنا السب توتال بدل ما هو 66 المفروض ان هو يكون 12. ليه؟ لان هو بيبدأ ان هو ياخد الكمية يضربها في السعر فيجيب له السب توتال. هنا مفيش الا برودكت واحد، فانا هنا المفروض السب توتال بكام؟ ب 12. وهكذا برضو في التوتال المفروض بقى يحسب لي عليه الديسكاونت والدليفري فري ويطلع لي الناتج المختلف. تمام. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك بكل بساطه ان انت لما بتيجي تدوس على الريموف تو كارد تبدا ان انت تستدعي الفانكشن اللي هي مسؤوله على الاوردر سامري، اللي هي ايه؟ اللي هي اسمها اوردر سامري اصلا، اللي هي موجود فيها السب توتال والتوتال. طيب تعالى نعمل الكلام ده. هاجي هنا كده في الكود، هبدا ان انا هجيب الفايل اللي اسمه هاندل برودكتس ان شوبنج كارد. هبدا ان انا انزل تحت عندي هنا في في حاله ان انا بعمل اكشن الكليك على او ايفنت الكليك على الباتون اللي هو بتاع الريموف تو كارد. هبدا ان انا استدعي الفانكشن اللي هي اسمها الاوردر سمري بالشكل ده. طيب جميل. بعد كده انت لو حضرتك بقى لو حاولت ان انت تدوس على الريموف تو كارد تاني، بدأ ان هو عمل ايه؟ استدعى لك الفانكشن وفعلا عاد الحسابات تاني من جديد. هنا عندك مفيش ولا برودكت، فهنا حسب لك السب توتال بصفر. طيب جميل. طب هنا التوتال ليه ب 15؟ التوتال هنا ب 15 لان هو ضايف لك عليه الدليفري فري. طب انا عايز اقول له في حالة ان مفيش عندك برودكتس في الشوبنج كارد تخلي لي التوتال القيمة بتاعته هي بصفر. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ هتستدعي يا باشا الداتا اللي موجوده جوه اللوكال ستورج، هتجيب اللينس بتاع الاري. والله في حاله اللينس لو اللينس ما فيهوش ولا برودكتس هتبدا ان انت تخلي لي تغير لي في الانر اتش تي ام ال بتاعت التوتال. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ ما انا زي ما قلت لك تعالى بقى نطبقها عملي. طيب جميل. هاجي كده في الفايل اللي اسمه توتال دوت دوت جي اس. هبدا ان انا استدعي الاري بتاعه اللوكال ستورج. ادي الداتا تساوي ادي الجيسون دوت بارس، وادي اللوكال ستورج دوت جيت ايتم. ادي الكي اللي هو البرودكتس. في حالة ان مفيش اصلا داتا متخزنة جوه اللوكال ستورج فهتعتبر ان القيمة بتاعت المتغير ده هي array فاضية. وابدأ ان انا اقول له if condition في حالة ان الاري دي اللينس بتاعها ب 0، يعني مفيش ولا برودكت جوه الاري، حضرتك هتعمل ايه؟ هتغير لي الانر اتش تي ام ال بتاع التوتال دوت انر اتش تي ام ال، هتدخله لي الري بزيرو. ادي 0.0 بالشكل ده. جميل قوي. تعالى كده نشوف. فعلا في حالة ان هو فعلا مفيش ولا برودكت خلالي التوتال ب 0.0. طيب جميل. تعالى كده نضيف برودكت. ادي اهو برودكت، ادي 2 برودكت. تعالى كده نشوف في الشوبنج كارد. فعلا ادي 2 برودكتس الاتنين في 12 ب 24، وفعلا بدأ لي ان هو حسب لي خصم لي الديسكاونت بعد طبعا ما تحول لفيكس الديسكاونت، وضاف لي عليه الدليفري فري. ضاف لي على السب توتال دليفري فري. انت الاول بتجمع العمليات بتاعتك وبعد كده بتخصم منهم الايه الديسكاونت، فطلع لي التوتال ب 36. بس كده، والسلام عليكم.